مساء الخير عليكم جميعا، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن تمهيد لفيديو تورتة بكرة. يعني انا قسمت الفيديو على مرحلتين. دي المرحلة الاولى اللي هو تجهيز اشكال عجينة السكر، لان التورتية كلها اشكال عجينة السكر ما شاء الله، يا تورتة دورين. فقلت انا اكتفي ان انا اعمل مجسمات عجينة السكر وتجهيزات التورتية النهارده معاكم، وبكرة ان شاء الله اسجل لكم الفيديو التاني بتاع تركيب التورتية على بعضها والفينش بتاعها. اول حاجه هنا يا بنات انا معايا عجينه سكر، كان لونها ابيض. ابتديت ان انا حطيت عليها سي ام سي، وحطيت عليها طبعا نشا. معايا الحاجتين دول في عجينه السكر، لازم يكون معاك الاتنين دول بالذات. نشا عشان عجينه السكر ما تلزقش، تمام، ولا تلزق في المولدات السيليكون اللي انت تشتغلي بيها. تاني حاجة السي ام سي ده اهم حاجة، لان السي ام سي ده بيخلي اشكال عجينة السكر دي كلها تشد، وبتكون ممتازة جدا لما بتيجي تحطيها على التورتيه بتاعتنا. المولدات السيليكون دي يا بنات انا جايباها، تمام، وبشتغل بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تفتكروش ان انا عشان هشتغل بالمولدات السيليكون ان انا مش هاخد وقت، لا بالعكس. انا فضلت اعمل في الاشكال دي ساعة، ساعة ويمكن اكتر كمان. تمام. طبعا زي ما قلت عجينة السكر اللي انا شغالة بيها لونها ابيض. انا ابتديت ان انا لونت عجينة السكر، لونت باللون البينك، ولونت كمان باللون الموف، موف غامق وموف فاتح، يعني درجتين في الموف. دي الالوان اللي كانت معايا في التورتايه او في اشكال عجينة السكر. فهنا يا بنات انا ابتديت ان انا اعمل اشكالها. اول حاجة عملت كده قوقعة، وعملت حصان البحر، وعملت نجمة البحر. ابتديت ان انا اعمل كل الاشكال دي زي ما انتوا شايفين كده. وفي اشكال كمان هتتلون لسه باللون بالداست الجولد. كل الاشكال دي بصوا جميلة جدا، بس طبعا بتاخد وقت جدا يا بنات. ولازم ادهن المولد كويس هنا نشا. وكمان لازم احط عجينة السكر كويس جدا بالسي ام سي، علشان لما اسيبها تنشف بتقعد معايا، يعني هنقول ليلة كاملة تبقى زي الفل. لو مستعجلة عليها قوي تقدر ان انتي تحطي في صينية شوية من النشا وتحطي عليها اشكال عجينة السكر. سخني فرن البوتاجاز كويس جدا، وبعد ما تسخني كويس ابتدي تحطي الصينية، تطفيه وتحطي الصينية فيه. هتبصي تلاقي عجينة السكر نشفت تماما وبقت زي الفل. تمام. هنا بعمل تاني اشكال عجينة السكر زي ما انتوا شايفين كده. بعمل برضو نجمة وبعمل الحصان. الاشكال دي هعمل منها كمية كتيرة جدا يا بنات، لان هنا التورتاية اللي هتشوفوها ان شاء الله في الفيديو الجاي هي تورتاية عبارة عن دورين. تمام. وهي البنوتة كانت حابة شخصية عالم البحار دي ان هي تعملها في التورتاية. ما شاء الله اللهم بارك، التورتاية كانت جميلة، وكان ليها طلبات مميزة والوان مميزة في التورتاية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده بضغط ضغطة خفيفة، وببتدي بعد كده امشي عليهم بالنشابة علشان الاشكال معايا تكون مظبوطة وتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بسحب كده بالراحة يا بنات، بصوا بسحب بالراحة خالص، يعني ما باحاولش ان انا اضغط عليه او حاجة، لا انا بسحب بالراحة تماما، فهتلاقوا الاشكال تطلع معاكي مظبوطة. هعمل كمان برضو من نفس الاشكال دي، هعمل هنا لون، هعمل ابيض تاني، وهعمل كمان باللون البينك. بس اهم حاجة هنا انا زي ما انتوا شايفين انا بحطها وارجع اقص منها زيادات، يعني برجع اسويها خالص كده زي ما انتوا شايفين. هنا شكل قوقعة بشكل تاني برضو هعمل منها كذا واحدة، لان هنا في التورتاية في كذا واحدة كذا شكل يعني. زي ما انتوا شايفين كان المولدات دي انا كنت جايباها يا بنات قبل رمضان، وجبتها وما اشتغلتش بيها غير التورتايه دي بس، يعني دي التورتايه دي جاتلي فاشتغلت بيها الاشكال اللي انتوا شايفينها كده ما شاء الله. هبتدي بقى هنا اكمل بقية الاشكال بتاعتها كلها، وجايبه منها كمان هنا ديل السمكة في المورد اللي انا شغالة فيه ده هنا. ديل السمكة ده صغير، ومعايا هنا ديل سمكة تاني جايباه في مورد لوحده كبير. تمام. المولدات دي يا بنات اسعارها اللي لونها ابيض بتكون يعني سعرها غالي شوية غير اللي لونها بني. بمعنى اللي لونها ابيض بتكون الماتريال بتاعها عالي. المولد هنا بيقطع بتاع هنقول سعر 180 جنيه، اللي هو اللي انا كنت شغالة بيه الاولاني اللي هو ده اللي انا بحط فيه عجينة السكر دي. اما بالنسبة اللي زي اللي هو هنقول رش السمكة الكبيرة او ديل السمكة الكبير ده، ده عامل لوحده 80 جنيه.
هو لوحده مش مع حاجة تانية، هو ديل السمكة الكبير ده. اما المولد اللي انا شغالة فيه ده عن 180 جنيه. وكنت جايبة برضو مجموعة تانية برضو من المولدات، كانت كويسة قوي وطلعت معايا نتيجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله يعني. هنا بعمل برضو هنقول اللي هو اشكال بقى بالوان مختلفة. يعني هنا النجمة انا بعملها باللون البينك، بعمل برضو عشب البحر بلون بينك. بكمل بقى بقية يعني بصوا بقية التفاصيل زي ما بيقولوا كده بكملها خالص، وبعد كده هرجع برضو اعمل حاجة تانية برضو موجودة في التورتاية. كل ده وانتوا ان شاء الله معايا هتقولوا رأيكم ايه. الاشكال دي كلها يا بنات مجموعة من الاشكال تحفة بجد، يعني عملتها وانا كنت مبسوطة جدا. كنت حابة الديزاين ده او الشكل ده ان انا انفذه. زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا دلوقتي بقى يا بنات. انا ببتدي بصوا بضغط عليها ضغطة كده وببتدي ان انا اشيل اي زيادات. بصوا بشيل اي زيادة يعني، وكمان بخلي الكريمة ما تكونش طالعة قوي لفوق، لا هي يا دوبك الكريمة على قد الحافة اللي موجودة زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا. شايفين بقى ما شاء الله، شايفين شكل الاعشاب اللي هي بتكون في البحر والخميسة. هنا بقى هنعمل زي ما انتوا شايفين هنا دي للسمكة، بس هيتعمل باللون الموف الفاتح. وفي كمان اشكال من دي كتيرة قوي هتدهن باللون بالدست الجولد. دي اللي هتحط على التورتاية. هعملها كلها، هتحط عليها كلها او معظمها هيتحط عليها اللون الجولد. اللي انا بعمله بالدست، وببتدي ان انا يعني ادوب الدست ده في زيت طعام وابتدي ادهن بيه جميع اشكال عجينة السكر اللي هيكون مطلوب في شكل الديزاين بتاع التورتاية. ما شاء الله اللهم بارك. هنا يعتبر كده ادي كده دي السمكة خلص خلاص. شايفين شكله تحفة تحفة بجد والله، اشكال بجد خطيرة. بس طبعا بتغيب على ما تيجي لان انا بطلبها من مكان تاني غير اللي انا فيها. ممكن اطلبها من القاهرة، من اسكندرية، فبتغيب على ما تيجي الاشكال ما بتكونش موجودة عندي على طول. ادي كده شكل ايدي السمكة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هركنه كده برضو على جنبه. وعندي شكل تاني اللي هو اللي انتوا شايفينه ده اكبر من المورد التاني يا بنات. يعني هنا عندي اتنين. هبتدي كده اسويه برضو زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ان انا اقص بقى الزيادات دي كلها هشيلها. الموردات دي يا بنات بتقعد عمر تاني، يعني ما شاء الله تسيبيها عندك ونسيها. يعني هاتيها ونسيها ما شاء الله. يعني بصي ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله يعني. شايفين بقى جمالهم وشكلهم بقى. لسه بقى هدهنهم بقى ان شاء الله. هدهنهم لون كده تلميع كده دست كده يلمعهم. وهنا يا بنات بعمل برضو بعمل ما عملت السمكة دي للسمكة الكبير، هعمل برضو للسمكة تاني من اللي هو العادي اللي هي موجودة اصلا في المولد السيليكون. تمام. هنا بقى يا بنات شايفين هعمل النجمة دي كمان. ما شاء الله اللهم بارك. شغلها حلو قوي قوي. انا قعدت اشتغل فيه يعني بصوا ساعة والله يا بنات، يعني ساعة بالظبط قعدت اشتغل في الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. وغير طبعا بفصل الكاميرا وارجع اكمل تاني وهكذا يعني. لازم هنا النشا ضروري يا بنات ضروري. انا يعني بصوا بخلي النشا دي جنبي على طول في اشكال عجينة السكر. النشا والسي ام سي دول دايما جنبي. شايفين هنا بعمل نجمة تانية. ما شاء الله اللهم بارك. ببتدي كده اعمل بقية النجم اللي مطلوبة مني وبقية الاشكال كلها اللي مطلوبة، علشان كل الاشكال دي هتتحط على التورتيه زي ما قلنا. التورتيه الدورين. وانتظروني ان شاء الله، وبكرة انزل لكم الفيديو التاني للتورتيه بتاعتنا. شايفين بقى هنا بوريكم المورد، بس كنت افكركم هنا متابعين معايا المورد. تاني حاجة هنا في التورتاية ورق ويفر. الورق ويفر ده بعت جبته من المحل، وهبتدي دلوقتي ان انا اشتغل بيه. اول حاجة كده بحط اول ربع هو ورق بتكون مدورة. انا هنا اسماها اربعة ارباع. هبتدي كده اجيب بولة كده فيها مية عادية وابتدي انزله بالشكل ده. هتبصي في ثواني مسافة، يعني هتحطيه في المية تبصي تلاقيه اتحول بقى شكله يعني داب كده بقى شفاف. انا بس عايزة احط اتنين كده اعملهم زي شكل عشوائي، مش عايزاهم شكل يعني يكون
مرتب او منظم او اي الكلام ده، لا انا عايزاه شكل عشوائي زي ما انتوا شايفين كده. ادي كده اول شكل وادي كده التاني، شايفين ما شاء الله. هعمل لسه كمان اللي هلونه بقى. هجيب بقى هنا بولة تانية، هحط فيها كده نقطة من اللون الازرق وهقلبها كده تقليبة خفيفة. حطيت كده دلوقتي ورق الويفر التاني، قلبته برضه تقليبة. هتبصوا دلوقتي تلاقوا ورق الويفر اللي انا حطاه بقى لونه بيبي بلو، يعني لونه مش مركز خالص خالص مع الازرق. شايفين اللون بقى بيبي بلو. ادي كده اول ورقة حطيتها من اللون بيبي بلو. تاني هنا ورقة هحط نقطة من الاخضر على اللون الازرق اللي انا حطاه، وهنزل بورقة بالشكل ده. دول يا بنات هحطهم في التورتايه كشكل كده، هقول لكم عليه ان شاء الله بكره على ورق الويفر. ورق الويفر جميل جدا ومشتغل بيه حلو قوي زي الفل. بنعمل منه اشكال كتيره وتصميمات كتيره جدا في التورت وفي شكل الديكوريشن بتاع التورت. تمام. هنا بقى هسحب اللي هي اخر واحده زي ما انتوا شايفين لونها اداني 2 في 1. بحسبهم كده لتاني يوم الصبح هتلاقوا شكلهم اتغير ان شاء الله. انتظروني في الجزء التاني من التورتيه، اقول لكم مع السلامه. باي باي.